السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حاجة حلوة سهلة وسريعة. بنسمي بسم الله كده. معانا كوبايتين ونص من الدقيق، معلقة من السكر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معانا كمان رشة صغيرة كده من الملح. هنقلب كل ده بقى مع بعضه. نجهز بقى كده معانا تلت كده كوباية من الزيت. هنخلط بقى كل الحاجات دي مع بعضها، يعني هنبسها كده زي الكحك والحاجات ديت اهو. خلي الزيت يبقى يعني الدقيق يتشرب كل الزيت. وجبت كده كوباية الا ربع من المية، وهنزل بيها كده شوية شوية اخلط، مش هعجن، هخلط بس الم. يعني حوالي تلتين كوباية كده، يعني انتوا خليها ما نحطهاش كلها الا بعد ما نلم ونشوف محتاجينها او لا. انا احتاجتها، ممكن انتوا ما تحتاجوهاش كلها يعني. هبدأ بقى كده ألم لحد ما تبقى معايا مع بعضها كده، تلم مع بعضها اهو. عجينة طرية خالص جميلة اهو بالشكل ده. هسيبها بقى تستريح شوية. بعد ما سبتها تستريح بقى هقطع منها كده قطع، وهبدأ اني ابرمها اهو بالشكل ده. نحاول بس اسوي كل القطع زي بعضها، وبالنشابة كده بقى هسويها كده، ابططها خالص تبقى رقيقة اهو بالشكل ده. جبت بقى شوكة وهبدأ اني اضغط كده على الحروف بتاعة العجينة اهو زي ما انتوا شايفين. للأسف بس الكاميرا مش جايبة القطع كلها. جبت بقى كده معلقة، وهبدأ اني يعني اقسم كده قطعة العجين زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وهلفها بقى. وانا بلف مضغط، يعني تكون ايدي خفيفة علشان ما تبقاش القطعة مضغوطة قوي. وده كان شكلها. هفرع بس كده الوردات بتاعتها اهو بالشكل ده. بالشكل ده هعمل بقى كل العجين اللي معايا اهو. عملت كمان واحدة. هسخن بقى كده زيت، وعلى نار متوسطة خالص، يعني مايلة إلى الهادي. هسوي الوردات ديت. يفضل ان احنا ما نكترش في الطاسة، لان لازم تتسقي كده زيت من فوق علشان تستوي كويس. دي ملحوظة مهمة جدا. لو مش هنقدر نسقي كل الوردات علشان تستوي من جوه، يبقى لازم نحط واحدتين او ثلاثة بس، ونفضل نسقي فيها علشان تستوي من جوه الوردة من جوه تبقى مستوية مش معجنة. دي ملحوظة مهمة يا جماعة. اللي مش هيعرف يسقي كل ده يبقى لازم يعمل ايه؟ واحدتين او ثلاثة بس، يفضل برضه يسقي كده فيها لحد ما تتحمر معاه. وتتقلب بقى كده على الجوانب اهي معايا ابتدت تتحمر. انا عايزة اقول لكم ان هي جميلة، ولكن في وحدات مش بتستوي من جوه، فلازم تتسقي كويس علشان تستوي اهو. جبت بقى شربات كده متوسط، كوباية ونص من العسل، من السكر قصدي، عليه كوباية مية، عليه نص ليمونة، فانيليا بقى ومية ورد براحتكم. انا خلاص ابتديت اخلص بقى الكمية اللي معايا اهو بالشكل ده. انا جبت حبة كده هرشرش كده عليها سمسم وجوزة الهند. حتة التسوية ديت يا جماعة انا حبيت اقولها لكم علشان برضو لقيت مش كله مستوي كويس، فحبيت اقولها لكم لازم تبقوا عاملين حسابكم عليها.
وده كان شكلها حلوة جدا، بس أهم حاجة حتة التسوية ديت، فياريت تهتموا بيها. وده كان شكلها، بتمنى تعجبكم إن شاء الله. ولو عجبتكم ما تنسونوش في لايك واشتراك في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.